خوتي وخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وسمحوا لي على هذا الغياب هذا نظرا للظروف. اليوم قلت ندير معكم واحد الشيوه الفول المشرمل. هذه وقيته ديال الفول ونتمنى تعجبكم. عندي مطيشه وحده هنا محكوكه، معلقه ديال الشرموله، الربيع، قزبور ومعدنوس، ثومه. عندي طريف د الحامض مصير مقطع رقيق. توابل عندي التحميره والبابريكا، الكركم، شويه الملح، معلقه صغيره ديال المعامرش ديال الكمون، راس المعلقه ديال الابزار، معلقه معامرش ديال السودانيه اللي تيبغي الحار. عندي نص كاس، ما كاملش، نص كاس ديال زيت العود. عندي معلقه صغيره ما عمرش بزاف ديال النشا، والله زينه. هذه فين طحنت الشرموله الماء ديالها ما نضيعش هذا الشيء، ديروا. علاش هاد النشا؟ باش ديك المرقه ديال الفول ما تجيش هكاك مسرزكه، تجي ملبيه. جربوها هذه تعجبكم. شويه ديال الكركم هنا، غردو يتشحر. الفول هاو سيقته بالحامض، هانتو نشوفو كيبيض ما تيكحلش البخار. لكم ها سلقته مع الحامض، الفول تيجي بيض غزال، ربما تيبان لكمش مزيان. غادي نصفيه ونحطوه في الطاجين. انا صفيت داك الفول، غنحطو في لاصوص هادي. يطلع غزال ما تشبعوش منه. ونحط هذا مثل الحار، اختياري، اللي تعجبو يديروا، اللي ما تعجبوش يدير. صافي دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب. صافي هذا هو الطاجين ديالي موجود. المرقه ديالي تكون خضراء، ونتمنى يعجبكم، ونتمنى لا داخل الوطن لا خارج الوطن يشجعوني، ما بقاوش نسيتوني. يمكن السبب الغبور ولا ما نعرف. وشكرا، ما تحرمونيش من الدعم ديالكم واللايك ديالكم، وشكرا بزاف، والسلام عليكم.